الحلقة دي من أهم الحلقات بالنسبة ليا. عارفين ليه؟ علشان الحلقة دي هتكلم عن التخصص اللي بحب أتكلم عنه. أنا الأستاذ هشام جاكبيل من عائلة جاكبيل، وعائلة جاكبيل زي ما انتم المفروض عارفين إن إحنا عيلة ورثة قسم التاريخ في الشركة. واللي أحب أبهركم بيه إن أنا المحبب ليا واللي بحب أتكلم دايما عنه هو علم حصل فيه نزاعات كتير جدا، وهو علم ما قبل التاريخ. أهلا بيك في بيت الحياة قلب العنخ. السؤال هنا، إيه هي عصور ما قبل التاريخ؟ عصور ما قبل التاريخ ببساطة هي العصور اللي كانت قبل معرفة القراية والكتابة، يعني من أول بداية الخليقة حتى 3350 سنة قبل الميلاد. في الفترة دي ما كانش فيه قراية وكتابة، فاحنا الطبيعي مفيش معلومات كتير عن الفترة دي، ولكن بسبب إنك عايش على أرض كلها آثار، فالخبراء قدروا يجمعوا معلومات كتير جدا عن آثار قبل التاريخ، منها مومياوات زي مومياوات جبلين وآثار تانية كتير من العصر الحجري القديم والحديث. ولكن تخيل بعد كل ده، والعلماء المصريين زمان عملوا نزاعات كتير ضد علم ما قبل التاريخ، وده اللي هنعرفه الحلقة اللي جاية. لو استفدت متنساش تفيد غيرك.